الأمر كما وضح في قنوات التواصل الاجتماعي نوعا ما يعني بعض القضايا الغير صحيحة. احنا وبني وائل اخوان وخوال وعشيرة واحدة، لذلك تربطنا أواصر الناس. احنا اليوم بالأديان وبالأعراف السماوية أنه العرض والشرف يقتل الإنسان عليه. احنا حقيقة هذا العرس عادة مع أهل العروسة ما يكونون حاضرين بهذا المحفل، قاعة وكذا، فراحا من النسانة معدودات. وإذا صار مثل النوع اللي بالقاع عليهن يعني اعتداء وناس مخمورين بدأوا يصجموهن ويلحقوهن إلى الحمامات النسائية، فهن من خوف وفزعتهم خابرا على إخوانهم، فالأخوة أجوا لقوا القاعة مسدودة ومقفولة عليهن، فبدأوا يصيحون عليهن يابا طلعوا لنا البنات، طلعوا لنا البنات، وهن بس بنات، احنا ما حد رايح من الجبور. تمام. وإذا أشوف هاي الحفلة اللي بيها أكثر من شاب كلهم مخمورين، قاموا بالاعتداء على اثنين من أولادنا، الولد بعد عندهم خابروا على ربعهم. بالتالي أنا أطلب من الدولة، أطلب من معالي الوزير المحترم السيد عبد الأمير الشمري، ومن دولة رئيس الوزراء، ومن القضاء العادل، أن تكون لجنة عشائرية أو لجنة تكون موقرة تتدخل بهذا الموضوع لحل هذا النزاع. تعرف احنا علاقتنا ويا بني وائل، قلت لك علاقة بها أواصر وعلاقات وطيدة من يعني عصور زمان، فلذلك هم أخذوا من عندنا هاي البنية وناسبونا، صاروا يعني لنا خوال. بالتالي احنا نرتئي أن تكون لجنة تتوصل يعني فكريا تنقل ما عندنا وما عندهم لأجل حل هذا النزاع. ولا احنا اليوم مو بصدد، يعني مع احترامي للقنوات الفضائية ولمواقع التواصل، مو بصدد هذا الضجيج وهاي الهوس. تعرف احنا ناس قبيلة وأن سمعتنا، يخطأ نعم واحد اثنين من أفراد العشيرة، لكن ما تروح كلها بجريرة هذا الخطأ. مع هذا إذا كان الخطأ عندنا فاحنا مو ملزمين انه نكون من العاصين، لا بالعكس نمشي على اخوتنا ونرضيهم اخوتنا بنوايا، لكن مو بهذه الطرق وبهذه الصيغ. خلي يكونون اكثر تفهما ويعرفون الموضوع شنو اساسه، واحنا بخدمه المجتمع وبخدمه القانون. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شيخنا، هل تم اعتقال مجموعة مثل ما بينت وزارة الداخلية؟ اي نعم، تم اعتقال مجموعه من اولادنا وحاليا هم بالسجن. تمام. وهم من عندهم مصاوب واحنا من عندنا ناس مصاوب. تمام. شكرا جزيلا. الله يحفظكم ان شاء الله. انا اخوكم خادم عمان بن منتظر الجبوري. على رأسنا. حياك الله، مرحبا.